بسم الله. معلش يا شباب على التأخير ده، والله الدنيا كانت زحمة جدا، عربيات فوق بعض والناس كلها كانت متضايقة. لا ثواني كده، مش كل الناس كانت متضايقة. النهارده وانا واقف وسط الزحمة كنت حاسس ان انا في اكبر مشكلة في الدنيا ومتأخر عن مواعيدي كلها ومتضايق قوي، لحد ما لقيتني بوسع انا والعربيات اللي حواليا العربية اسعاف مدية السرينة من ورانا. للحظة كده بيني وبين نفسي قلت الحمد لله، انا اخري ايه، هتأخر ساعة؟ في واحد غيري لو اتأخر ممكن لا قدر الله يموت. وانا في وسط الزحمة ابتديت اخد بالي من حاجات ما كنتش واخد بالي منها قبل كده. لقيت واحد ماشي بيبيع مناديل لاي عربية ازازها مفتوح، واحد واقف بيبيع فواحات، واحد واقف بيبيع سميد، واحد بيبيع اعلام عشان ماتش الاهلي النهارده. بصيت بتاع الاعلام، جه في بالي سؤال مهم قوي، يا ترى لو ماتش الاهلي ده ما كانش بيتلعب النهارده الراجل بتاع الاعلام ده كان هيبيع ايه؟ جه في بالي حاجه مهمه عمري ما فكرت فيها زمان، ان الراجل ده ممكن يكون اسمه تاجر الازمه. يعني انا في مخيلتي الراجل ده هيبيع اعلام وقت الماتشات، ووقت راس السنه هيبيع طواقي بابا نويل، وفي رمضان ممكن يبيع فوانيس رمضان، وممكن كمان يبقى المسحراتي. ما اصل المسحراتي ده مش هيقعد طول السنه من غير شغل الا في شهر رمضان بس. اكتشفت حاجه مهمه قوي، ان اي حاجه بتحصل لنا هي بتكون رزق لناس تانية. يعني اي حاجه عندك باظت هي بتبقى خساره ليك، بس رزق الواحد تاني هياخدها يصلحها. ممكن كمان لو تعبت شوية ده ممكن يكون رزق الدكتور والصيدلي اللي بيجيب لك الدواء والممرضة اللي بتدخلك بسرعة. دي أي مشكلة بتحصل لينا في حياتنا بتكون رزق لناس تانية باختلاف حجمها واختلاف طريقتها. حتى الزحمة كمان طلعت بتفيد الناس. أنا شايف الزحمة الحقيقية اللي بجد هي زحمة الحياة اللي نستنا حاجات كتير. بقينا نفكر بس في شغلنا، في الفلوس اللي بنجيبها عشان نصرفها، لكن نستنا حاجات كتير. نستنا مثلا ان انت تقضي وقت جميل مع اولادك، نستنا ان انت مثلا تطلع تقضي وقت حلو، نستنا ان انت تمارس رياضة بتحبها، نستنا ان احنا نفكر في حاجة غير الشغل اللي على طول بنفكر فيه. يمكن لو كان الطريق سالك ما كنتش فكرت في كل ده. انا فعلا بشكر الزحمة اللي خلتني افكر قد ايه انا مقصر في حاجات كتيرة في حياتي. زحمة الحياة خلتني ما افكرش في الحاجات الاساسية اللي المفروض افكر فيها، حبي لاولادي، ممارسة الرياضة اللي انا بحبها، الوقت اللي هقضيه مع عيلتي. لكن مجرد زحمة اشارة خلتني افكر في الزحمة اللي بجد في دماغي، ولولا الزحمة دي ما كنتش فكرت في الحاجات دي كلها. واضح فعلا ان كل تأخيرة وفيها خير، بس اوقات الخير ده ما بيكونش لينا احنا، الخير ده بيكون لحد مستني الفرصة بجد.